بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدنا نتكلم اليوم عن البركة التي في سورة البقرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تتجسد البركة التي في سورة البقرة؟ كيف أجد البركة؟ يعني نتكلم عن هذا الموضوع لأنه موضوع جدا مهم. يعني الحديث بيقول حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. شو البركة؟ كيف بدي أستشعر البركة؟ البركة الحقيقية، البركة التي ستراها سبحان الله تتجلى أمام عينيك. كيف أن الله سبحان الله يا جماعة الأمر عظيم، أقسم بذات الله وأقسم بالله العلي العظيم إنه الأمر عظيم. كيف البركة؟ لكنها بدها شوط الشيء شوي شوي. طبعا كل شيء فيه امتحان، كل شيء فيه امتحان. الناس مرات بتفكر السكينة هي البركة، لا، مرات هيك بتبقى أمور، لا، بدها شوط. البركة تأتي عندما تكون أنت خلص جبلت. سورة البقرة انجبلت، مش لي شهر ولا شهرين، خلاص أنا من أصحاب سورة البقرة، لا يمكن أن تغمض عيني دون أن أقرأ سورة البقرة يوميا. طيب بدنا نبسط الكلام وعشان أبينه كيف ممكن إني أنا أجد البركة. يعني كما أنا بينت عن سورة البقرة لما سمعت درس عن سورة البقرة، ويعني أخذت سورة البقرة محمل الجد عندما تفقدت حديث رسول الله: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. فتفقدت هذا الحديث فوجدته حديث صحيح، وحملت سورة البقرة محمل الجد وقلت إن في هذا الحديث شيء عظيم، لكني أنا مش رايح أعرفه الآن. ليش؟ يعني كل تفكيري هذا هو هي المشكلة في كثير بيحكوا من رأيهن، كثير بيتكلموا عن رأيهن، وهذا اللي أنا كنت أفكره صراحة. يعني كنت أفكر إنه مثلا ممكن أنت تشتري بالدولار قيمة دولارين. يعني أجيت تشتري بيت حقه $100,000، يعني وكأنه 50,000 دولار، أو $50,000 تشتري لك بيت ثمنه بدل 50 100,000، وهكذا. والساعة وكأنه يومك صار كأنه يومين، تنجز فيه أعمال كثيرة جدا. هيك انتهى لهون وبس. لكن بالحقيقة الأمور تستمر على ما هي. بالحقيقة الأمور تستمر تدريجيا على ما هي. فهناك من يقول يعني بعد ما وجدت البركة، يعني بعده بيشتغل والمعاش مش كافي والأمور بعدها يعني على قد الحال. سبحان الله يا جماعة، الكلام لا يشبه إنك تعيش أي شيء. يعني دائما لما تسمعوا كلام أخوكم أبو أحمد لازم تقولوا ما شاء الله تبارك الله، وأي شيء بتشوفوه عندي قولوا ما شاء الله تبارك الله. نعم، يعني إن العين حق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني أكثر ما يموت فيه من أمتي العين، بنصيب بعض بالعين. إن لازم تقول كلمة ما شاء الله تبارك الله، لازم مجبور تقولها، ولا أنت آثم. يعني قد تذهب بصر فلان أو نعمة من فلان بهذا إنك أنت فقط تنظر وتقول واو جميل هكذا. هذا واو جميل تذهب له نعمة، لأنه إحنا مأمورين إن نقول ما شاء الله تبارك الله حتى على ابنك. مش بتقول أنا بصيبش ابني بالعين، لا، بتصيبه. ما هي هاي البرودة لما بتقرأ أنت الرقية أو سورة البقرة وتشعر في البرودة، هذه العين المعجبة، والحرارة هي العين الحاقدة والحاسدة. لازم دائما تقول ما شاء الله تبارك الله.
عشان انا اذا بدي ابين لك اي شيء عشان ما تكونش حاسد. واخوك الذي قص قصته معنا هنا في القناة كمان تقول ما شاء الله تبارك الله، اللهم زده من فضلك. ولن يؤمن احدكم حتى لو يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وصلت؟ معناها انت مش مؤمن اذا انت لا تحب لي الخير ولا تحب لاخوك الخير وللمسلمين الخير. ولا يؤمن احدكم حتى تحابوا. علينا ان نتحاب في الله. يعني الامر كما بينت خارطة الطريق بالاستغفار، مطر، مغفرة، مال، بنين، ارزاق، حياة، تغيير حال. سورة البقرة اول شيء قلنا تطرد الشيطان من البيت، ما هو مشاركك هذا الشيطان على كل شيء، وطلباتك كثيرة وامورك اللي بدك اياها كثيرة، هذا الشيطان موجود معك في البيت. يعني انت يعني في احد المرات يعني في احد الاخوات قالت لي سجلت، انا كنت قلت عندكم شغف في شراء خلط العطور، ما هو تخريب للعطور يعني صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اذا انا توقفت مش هذا خف الخراب؟ فهم كيف التجسيد تبع البركة؟ كان عندك رزق سلبي تحرقه، شاري سيارات وفقط بتدفع على السيارات قروض وتدفع السيارات انت مش بحاجتها، بس جمال هكذا شيطان مزين لك انت لازم لك سيارة، وكل سنة بتجدد السيارة وكل سنة بتدفع فرقيات عالية جدا، وانت السيارة كل سيارة يعني لتحت موديلات 10 موديلات لتحت بتمشيك ومبسوط عليها وبتخربش معك مثلا. لكنك كل مرة بتغير سيارات وكل مرة بتغير ملابس وكل مرة بتغير تغييرات. نعم هذا انت مستمر فيه. فبعد ما تاخذ سورة البقرة ترى انه الامور بدأت تهدأ. انا مش بحاجة اغير سيارتي، وانا مش بحاجة اضلني اخلط هذه العطور، وانا مش بحاجة اضلني يعني اشتري واحرق فلوس. هاي واحدة. البركة انه بدأت الامور تخف معك، تحرق المال. واحد. اليوم انت مثلا خلينا ناخذ الكهرباء في البيت على سبيل المثال، تجلس في البيت عندك مكيف، عندك كاك نارة كهرباء، عندك في البيت، فالبيت قائم، البيت موجود فيه كهرباء. اذا انت وجدت في البيت مجبور تشغل لك الكهرباء، لكن الله سيخرجك من هذا البيت الى مكان اخر وترى انك انت لست بحاجة ان تشغل مثلا المكيف 10 ساعات، بكفي ساعتين باليوم مثلا. شفت؟ انت كنت تشتري خضار واكل للبيت مثلا $1000 بالشهر مثلا على سبيل المثال، انت الله فتح عليك بعد بسبب سورة البقرة شغل في لربما مطعم وبتشتغل فيه 8-9 ساعات، بطل في حاجة تشتري اكثر من $100 هذا الفواكه والطعام للبيت، لانك انت بتشتغل مطعم، ما انت بتوكل بالمطعم عمال طعموك في المطعم، وانت خرجت من البيت الذي كنت تشغل الكهرباء كل الوقت فيه، وانت بطل عندك وقت تذهب الى المولات يعني تبذر هذه الاموال. شوف وين اخذتك سورة البقرة، هذه البركة التي نتكلم عنها. بدأت المعاش يعني الراتب تبعك كان يروح انك انت جالس، اليوم بدأ الراتب تبعك يروح للأساسيات، كرت الكهرباء قل، مصروف الخضار والطعام قل، المشتريات تبعتك قلت. افهم مليح انت شو عمال يصير معك، شغفك في تغيير السيارات قل، بدي اضلني رايح جاي على رحل قل، يعني نزل. بدأ يصبح معاشك وكأنه لك تمتع فيه. انا وصلت لك انك انت في امور تستهلك عندك اشياء كثيرة سيقللها الله وسيبقى، وكأني انت بعدك عايش نفس العيش، وستلاحظ اني كرت الكهرباء نزل معي. انا كنت ادفع مثلا $500، اليوم انا بدفع $100 لا مش موجود في البيت. وانا كنت اشتري في الشهر مثلا $1000 مشتريات هكذا لعب
مثلا على سبيل المثال ما عندي وقت اروح اشتري، انا اليوم موجود في شغل، في مطعم، ماكل شارب، موجود كل اموري مرتبه، في مكيف في المحل اللي بشتغل فيه، انا برجع البيت مرتاح، ما فيش حاجه هيك للطبيخ لاني انا ماكل، وهكذا. هذا ينطبق على البيت تدريجيا، وحدي وحدي. قد أنت وزوجتك تذهب إلى عمل في مكان أنت وياها مع بعض في مكان واحد، أنت ستلاحظ ملاحظة قوية جدا، مش مباشرة يا جماعة، مش مباشرة. ليه؟ من 2019 مع سورة البقرة ومررت على أقفالها، ولكن الله يجلي لي آية تلو الآية، بالاستغفار يجلي لي آية تلو الآية. والله إني رزقي من حيث لا أحتسب، والله قسما بالذي رفع السماء بلا عمد ولا احتسبت أي دولار بفوت على بيتي من الذي كنت أحتسبه، ولا إشي. رزق على الله. نعم حقيقة، مش كلام، احنا كلنا بنقول كلام، لكن الحقيقة انك انت مصدق. نعم احنا بنروح على الشغل صحيح، لكن في ناس كتير بتروح على الشغل وهي مديونة، لكن مع الاستغفار سورة البقرة انت مش مديون. والموضوع مش فلوس، الموضوع انه الله سيرضيك، سيشغلك في عالم اخر. من كان همه الدنيا، منين بدي ادفع كارت الكهرباء، كيف بدي اعلم اولادي، كيف بدي ازوجهم، كيف بدي اعطيهم، كيف هذا الشيطان يعطيكم الفقر، وكيف كل هاي الاسئله كلها كل يوم هاي الناس بتصبع عليها. طيب بكره عندي تأمين السياره، طيب عجال السياره، اطارات السياره خربوا بدي اغيرهن، طيب بكره في علي افتتاح مدرسه وبدي كتب للاولاد وبدي اعمر للاولاد، علينا عيد وعلينا مناسبات وعلينا 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 لا ينتهي. ستجد يوما ما مع سورة البقرة، مش مباشرة طبعا، أنا أتكلم مما وجدت، أنا لا أتكلم، أشهد الله إني وجدت كل حرف بنطقه، وجدت كل هذا الذي أقوله لكم، فيش عندي تنظير. أخوكم محمد حجازي أمام الله مسؤول إنه لا ينظر، لا يأتي بتنظير، يأتي مما وجد، والفضل كله لله. الأمر يأتي تدريجي. يعني اليوم أنت كان عندك نزيف قرض، فالله شوي 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 شوي، هذا النزيف كان من مال من رزقك، لا كان ياخذ منك شوي شوي، ترى انه انسد الدين وما عاد في حاجة تاخذ قرض ثاني، لأنه الله فتح لك رزق كان معطل عليك، كان في أرزاق معطلة عليك لما لزمت الاستغفار مع سورة البقرة. نعم، فالبركة هنا ستجد نفسك هذا المعاش، الراتب الذي كنت ما ملحق تعطيه، يعني ما ملحق كهرباء وضريبة بيت ومي وأكل وشرب وأمراض، يعني أدوية، وسمي ما تشاء، مش مكفيك. ستجد إنه كل هذا الراتب كله إلك أنت اصرف وحرق وشيء وين بدك، لنحيينهم حياة طيبة، إلك أنت تتمتع فيه. والله كفيك كل هذا، كارت الكهرباء كله كفيك إياه. الذي كان يأتيك مثلا واحد عنده $100 كارت كهرباء سيأتي $15 لأنه يعني مش موجود في البيت، بطل ينوجد، مبسوط، مش مشغول وتعبان وعرقان ومش لاحق اللقمة، لا، تغيرت الأمور. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، تبنا راقبنا الله، شيطاننا طردناه. أنا ما بحاجة كل يوم أغير سيارة، ما بحاجة كل يوم أغير أثاث وعفش أثاث، ما بحاجة كل يوم، أنا بتمتع في بصرية، فلوسي بتمتع فيهن يا جماعة. يعني قديش صار لي بشتغل ما تمتعت ولا بشيء إلا مع سورة البقرة والاستغفار، والله ما تمتعت بشيء، أقسم بالله بجلال الله. كنا نبيع العقار عشان نسد الدين ولا نطلع رحلة. يعني إذا الرحلة هي تساوي مثلا $3000 وانت بايع $100,000 يتبخر كل شيء. طب اطلع رحلة هيك عشان من الهواء كيف فشي لك شيء، انت تحت العقاب. لكن مع الله كل دولار، كل ريال سيمتعك الله فيه، إلك انت تمتع.
روح سوي شو بدك فيه. اليوم انت بتتمتعش، انت بتفش شغلك اني انا بدي اطلع رحله لاني هلكان، ما هي خربانه خربانه خليها تخرب اكثر، شو بدي اعمل لها؟ فبتطلع الرحله وبترجع وبتعلق في القرض الذي اخذت فيه وهذا كان الرحله كلها يعني دين ازداد على دين. ستجد انك اذا كنت تستهلك مثلا، خلينا نقول مثلا 1000 لتر مي بالشهر، ستجد انك بطلت تستهلك 300 لتر مي. شوي 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 شوي. ليس لا استطيع ان اتكلم بكل شيء، لا استطيع، ولكن والله اشهد الله انها حقيقة. ستجد نفسك انه كل دولار بتشتغله وبيجيك وهو من عند الله من حيث لا تحتسب، تمتع فيه. مش مسرف، مش مبذر، لا، انا قصدي تمتع فيه. ما انت كنت مش متمتع ولا بشيء. اي كيف بدي اعيش الحياة الطيبة؟ اي كيف هي يعني كيف بدي اعيش الحياة الطيبة؟ كيف شحاد يعني؟ ايش شحاد يعني؟ ضلنا نشحد احنا الناس ونشحد الامم؟ كيف؟ وحدة يوما ما لو ان الامة عاشت هكذا رايح نصير نطعم الامم، نطعمهم اكل، نحن نطعمهم على حسابنا من الفائض. نعم، مالك إلك. بالاول ما كانش مالي لي، كله رايح للضرائب وللدفعات التي لا تنتهي، ولكارت الكهرباء والتلفون والبنزين وتأمين السيارة والكتب للأولاد ويلا وعمار، كله رايح بخر بخر تبخر، تحرث أجلكم الله كالحمار نحرث، كالحمير نحرث في هذه الدنيا. هذه الحقيقة. طيب ليش انت لما ما وجدت الشيء بتقول لي الحياة الطيبة في الآخرة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني احنا صرنا نقول كما قالت بني إسرائيل يد الله مغلولة، والعياذ بالله. لا والله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله جل في علاه وعدك وعود، لكن حقق. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق انه بسورة البقرة فيها البركة، لكن نمشي معها. إياك أن تتركها يوم واحد. لازم يكون في حياتك كلها سقوف، لازم يكون عندك كل شيء له سقف لا تنزل عنه. إذا سقفك بالاستغفار 12,000 لو متت لا تنزل عنه، وإذا كان سقفك في سورة البقرة يوميا مرة واحدة لا تنزل عنها، لو إيش بصير؟ لأنه لما بتضيع كل شيء. والحمد لله رب العالمين اللي بيبعث لنا هذه الرسائل. إذا يعني قل الاستغفار، أنا معكم، أنا بنزل دروس بتابعكم ببين لكم. نعم، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وقال يعني ودعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. يعني إحنا ندعو إلى الله، وهكذا ما شفعت لنا هذه الدعوة إلى الله، ولا شفع لنا سورة البقرة إني أقرأها لوحدها بدون الاستغفار، ما شفع لنا. كل شيء يزينه الاستغفار له ثمار. فثمار البقرة إذا كانت 1,000 مثلا، مع الاستغفار 1,000,000. الصلاة على رسول الله إذا ثمارها 100 مثلا، مع الاستغفار 1,000,000. كل شيء الصلاة بدون الاستغفار ملكاش شيء فيها، مع الاستغفار إلك خير عظيم، وقيام الليل وكل شيء تتقرب إليه مع الاستغفار. وسورة البقرة قلنا هي عقل مدبر، هي تربط على القلب، هي تلين الصعاب. صعب علي اني انا امتثل لأوامر الله، الشيطان والهوى والنفس، فسورة البقرة كفيلة فيهم. وكل سورة البقرة بفضل الله فيهن، وانت خلي قلبك يصفو الى الله، خلاص ما فيش عندك شيطان يقول لك وبعدين معك هات نطلع نروح لي. يعني شو هاي البنات لازم احنا نتفرج على كل هالبنات، وهاي السيارات كلها تلمين. يعني خذ لك سيارة، اشتري، طلع لك قرض ربوي، عيش لك يومين نضاف. يعني ما هو الله غفور رحيم؟ يعني لازم انت تضلك على التنك اللي عندك سيارة خربانة؟ روح اشتري لك سيارة من اللي بدوك بتعطي بأرخص على راحتك. نعم، يلا رحلة، يلا مسلسل، يلا انت بدك تقتل حالك بهالدين هذا اللي هو الدين للقتل.
مسكين انت. الدين اللي كله ذنوب، نعم قتل، وانت اشد الناس، يعني الله ينكل فيك اكثر من الكفار، لان الكفار بعدين حسابهم، انت تنكيل فيك بالدنيا وفي الاخره. لكن الكافر الله سيعطيه كل على قبال كل حسنه حسنه، ملوش شيء بالاخره. صح. لوات نفهم والله يا جماعه جمال. تتفاجأ انك انت تعرف الولد الصغير لما فيش عليه مسؤوليات، يعني انت اعطيته قلت له هي $100 وروح يا ابني اشتري فيها شو بدك، ما علوش مسؤوليات يدفع كارت كهرباء ولا مي ولا اجار صي، هيك بيصيبك. هاي $100 الك، عيش فيها كيف بدك، انبسط فيها. طبعا انت انسان تقي، مش رايح تروح على الحرام فيها، رايح تنبسط فيها. لبست لك ملبس طيب واكلت لك اكله طيبه، من حرمك؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده من الرزق؟ مين؟ الله حرمها، هي خالصة للمؤمنين. نعم، لازم تبين عليك نعم الله، لا كان شحات خربان لسيارتك وبتقول بتحكي بالدين، اولادك طخيخة، شو يعني؟ لازم يكون خير مبين عليك، لازم يكون انك انت بعدين العمل، يعني العمل بخف عليك يا جماعة. حتى انه الوقت، يعني شو بدي اقول لك، الحمد لله رب العالمين، والله فضل من الله. يعني يمكن يوم الشغل تبعك كلياته، شوف الناس بتروح الشغل تهلك وكأنه ساعة، ما هي من بركتها انك انت تخلص من هذا الشغل. والعكس إسا صحيح، ساعة الشغل يوم الشغل ساعة، والإقعاد في البيت طويل بطول معك. افهم مليح، نزلت على الشغل 8 ساعات وكأنهم ساعة، ينتهي النهار معك بساعة سريعا. ولما بتروح على البيت هذول 3-4 ساعات معك، هذول طوال، بصيروا طوال معك، تتمتع، بتروح بتساوي، تتكيف. شو بدك أكثر من هيك؟ مش بالضروري $1000 صاروا $10,000، ولكن الله $1000 خلاهن إلك أنت، وأن نزل الدفع عنك كلياته. يعني إذا كنت تدفع $1500 ما أنت كنت دندان، فصار الدفع عليك $300، غير لك، بدلك بالأمور البسيطة. أنا بفهمك إياها، بالأمور أكلك خف، أمورك يعني وجودك في البيت، يعني كل المصاريف خفت عليك، خفت كثير. ملاحظ، رزقك زاد، أمورك زادت، كيفك في فلوسك زاد. إن شاء الله أنا موصل رسالة. البركة الحقيقية مش كلام يقال، مش كلام ملموس. أنا عايشه مبسوط، معاشي مكفيني، رزقي وافر، مش بحاجة إلى أموري طيبة، الحمد لله رب العالمين. والخير يأتيك من كل مكان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكنهم كذبوا. ما احنا بنكذب. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي يعني أنعمها علينا. والله يا جماعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها بركة وتركها حسرة. مش رايح تفهم ولا شيء بدون سورة البقرة. عشان يكون عندك حقيقة للإيمان لازم يكون إشي ماسكه بديك. صحابة رضوان الله عليهم ماذا فعل أبو الدحداح عندما بدل بستان فيه 600 نخلة بنخل واحدة، والرسول عليه السلام لم يؤسس دولته بعد، ووعده في نخلة في الجنة؟ ماذا عرف عن الله جل في علاه؟ ماذا لاحظ؟ ماذا رأى؟ ماذا لمس بيديه أبو الدحداح حتى بدل البستان 600 نخلة مع بيته مع بئره في هذه النخلة وين؟ في الجنة، وبعده بالحياة. والرسول عليه السلام بعده بيطاردوا فيه حوالي الكفار قريش وحروبه مستمرة. ماذا رأى؟ وانت بدك تشوف، والله وعدك انك تشوف. وسيدنا ابراهيم طلب يشوف يرى، وسيدنا موسى طلب ان يرى الله، وسيدنا ابراهيم قال ربي اريني كيف تحيي الموتى،
قال أولم تؤمن وانت مش مآمن؟ انت كيف مآمن؟ انت بتآمن خوف، لازم تآمن تصديق. انت خايف انك تموت على جهنم بس، وتقترف كل الذنوب اللي بتوصل على جهنم. كل الذنوب بتوصل على جهنم انت تقترفها، ولكن خايف من جهنم، مش عارف كيف هذا الخوف. لكن الإيمان اللي فيه حقيقة اني انا اعبد الله اله، نعم انا اعبده ويعطيني. الذي امنهم من خوف، الذي اطعمهم من جوع امنهم من خوف. بيعيبوا عليك كل شيء يا اخي، بيعيبوا عليك انك تعبد الله الذي جعلك بتاكل وتشرب، لازم بتجوع. وبيعيبوا عليك انك تطلب من الله المال، والمال هو قوام هذه الدنيا. بيعيبوا عليك كل شيء يعيبوا عليك. والله ما بيعرفوا شو بيقولوا، والله ما بيعرفوا الله. لو عرفوا الله لعرفوا ان الله كل اللي خلقوا احنا، كل اللي خلقوا كل هاي يعني اشياء احنا بحاجتها. فبدنا المال وبدنا الطعام وبدنا التمكين وبدنا القوة، بدنا كل شيء من الله، نستمده كله من الله. لا تعبدوا الله عشان المال. والله منعني المال عشان اجيله، وعشان ابحث عنه، عشان يرجع لي المال الذي هو قوام المال الحياة. نعم لا اعبد المال ولا اعبد الله عشان المال. لكن هذا كلام بده سورة البقرة عشان تفهموا وتنفذوا. انا لحالي بنفذش ولا شيء من اللي بقول لك اياته. وهذا لا يأتي بيوم ويومين وثلاثة وعشرة و15 وشهر وشهرين وسنة وسنتين. هذا يأتي تباعا. واتقوا الله، والتقوى إلها منسوب، كل يوم يزيد 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 يزيد. والحافظ هو الله. نعم سورة البقرة هي وكأنها الضامن لهذا الدين، انك لانه لا تستطيع البطل، يعني لا يأتي الباطل لا يقترب منك، مش فقط الاسعارك، كل باطل. ويزداد التقوى ويزداد الإيمان ويزداد منسوب. فصحابة رسول الله رأوا الماء يتدفق من بين أصابعي رسول الله، وسمعوا الحصى، ورأوا جبريل، ورأوا وانشق القمر، ورأوا ما رأوا من الآيات الحسية. وانت رأيت المطر، وانت سمعت الشيطان ماذا يفعل، وهذه الأحلام وهذه الأمور، وكيف عندما بدأت بسورة البقرة بدأت الأمور تنعكر، وبعدها هدأت، وبدأت تعرف انك انت انسان كنت يعني مسير بتسيير الشياطين، واليوم انت بدأت يعني مسير بتسيير الشياطين. يلا يأمرك بالفحشاء، نعم لا انت اللي على الحق. فسورة البقرة من لا يأخذ سورة البقرة سيبقى يتكلم بالظن، والله لو على علمه سيبقى يتكلم بالظن. لكن مع سورة البقرة واتقوا الله، لأن التقوى في سورة البقرة مش في حفظ كتاب الله، مش في الصلاة، ومش في الصيام، ومش في قيام الليل. التقوى في قراءة سورة البقرة وترديدها. يلبسك الله ثوب التقوى. التقوى بدها معرفة، التقوى بدها علم، تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. التقوى بدها شواهد، رأيت، شعرت، أعطاني، غير، وجدت، مش كلام. نعم مش كلام لا يغنيني عن شيء. بدي حقيقة. احنا الله خلق لنا عقول عشان نفكر فيها، ولا مرة كان الدين متضارب مع العلم. فالدين بدي أجد كل شيء قاله الله ووعدني فيه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أنه الحق. فسترى وستسمع وستجد، وسيحقق لك الله إيمان ثابت كالجبال، وسيصرف الله عنك كل شيء. مع سورة البقرة يمغص عليك إيمانك ويذهب عنك مكتسباتك. البركة حتى إن الدعاء واستجابة الدعاء، والذي إذا أقسم على الله أبر. الدعاء في طرق، يعني يا رب أنا مستجاب الدعاء، مثلا يا رب $1,000,000 بينزلوا إسا، هيك هو. يا رب افلق الأرض فلقتين، هيك هو. الدعاء إذا دعوت على ظالم، الدعاء وكأنه، نعم
والله استجاب لك، وكأنه سرطانا بدأ ينمو في جسد هذا الظالم، وبدأ يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم يفتك ويفتك ويفتك حتى في دولي، ويفتك ويفتك، وأنت ترى لربما أنه يعني هو كبير، وإذا انهار بدعوتك. والله إذا سألته شيء سيعطيك إياه، وسترى إن أعطاك إياه، منها ما هو سريع، ومنها ما سترى أثره بعد أسبوع، ومنها ما سترى أثره بعد شهر. نعم، ولكن سترى أثر دعائك. نعم، ولربما دعائك يستجاب أسرع لغيرك من دعائك لنفسك. ليش؟ عشان لا يأخذك الغرور، لا يأخذك الغرور. يعني هل أنا الله لا يريدها لك. واستجابة الدعاء سترى كثير من استجابة الدعاء. لربما أنا أطلب إنه بأمر ما هنا ويأتي من مكان آخر، وأعرف هذا بسبب الدعاء الذي سألت عنه جاءني. نعم، وسترى. فكما جاءت البركة في أسلوبها، إن الله خفف عنك الدفعات، ورأيت إنه مالك كله إلك، وبدأت البركة. الله أعلم ماذا أنتظر حقيقة. إحنا نتكلم يا عمي إشي لمسنا كتنظير، لسه بجيب لك بحط لك البحر. إحنا عندنا بسموا الكذب بيعمل البحر مقاثي، يعني الأراضي الخصبة الزراعية، البحر الذي لا ينمو فيه شيء، مثلا من تقدرش تزرع فيه. بقول لك من الكذب بيعمل البحر مقاثي. المقثاي هي الأراضي الخصبة الزراعية، بيعمل البحر مقاثي أراضي زراعية. من كثر كذبه السبخ يا هكذا البركة والبركة وتصير مالك كثير وأولادك ما شاء الله، كل كلام. البركة أنت ستستشعرها يوما بعد يوم، لكن على أعين الناس هو الله يغطي، ولكنك تعيش في نعيم. الله يغطي. مش قال لو شققت على صدورنا، لو شقوا على صدورنا لقاتلونا على ما فيها من يعني إيمان وقرب ورضا ورضوان. فسترى كل شيء. الله أعلم ماذا ينتظرنا لقدام، إن شاء الله نستمر من هذه البركات. نعم، أنا لاحظت البركات في أشياء، ولكنها عمال تزداد وتزداد وتزداد وتزداد، والله بخلصك من أشياء وأشياء 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 كثيرة، ويبقى لك الذي يسر قلبك تتمتع فيه ويرضيك، والحمد لله رب العالمين. فخلاصة القول، ابحر مع سورة البقرة. لا تنظر ماني بعدني عليه دفعات، ماني بعدني عليه، لا تنظر هكذا أخي، لا تنظر. مش هيك تقاس الأمور. مش ما أنا قرأت سورة البقرة 4 أشهر وبعدي مش شايف بركة، لا، لا هكذا، مش هكذا. نعم، شوي شوي سترى عجب من عطاء الله. تذكر اني يوما ما حطيت براسي اني سمعت فلان بيقول 1000 مرة سورة البقرة اصبحت مستجاب الدعاء، وبدأ كل شيء يضايقني يكنسه الله من امامي. ان كان مسؤول في الشركة اللي بشتغل فيها مضايقني طيروا، وان كان فلان يعني في مصنع مغلبني طيروا، وهكذا. واذا دعوت على شخص اذاني يعني الله اصابه في الدعوة. فتذكر انه الاكثار يعني انك والاستمرارية، الاكثار والاستمرارية، وسترى عجبا من عند الله. وعطاء الله لا ينتهي، عطاء الله لا ينتهي. يعني كل يوم بتلاحظ، بتصير تلاحظ، سنريهم، سترى ملاحظات انت لحالك. لكن الصبر والاستمرار، وفي الدنيا لك خير عظيم، وفي الآخرة إن شاء الله جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نقرأ سورة البقرة 4 مرات. والله سبحان الله، كل ما قلته وجدته بالحرف. ما شاء الله عليك أخي محمد حجازي. فأنا أخذت البقرة منذ سمعتها منك مدة سنة وأكثر 4 مرات، فهي نعمة من الله تنظفك من كل شيء، تجعلك نقي إنسان آخر. عندما جمعتها مع الاستغفار شيء آخر مختلف، عبارة عن ولادة جديدة. أنت قلت كل ما أردت قوله مما حصل معي، الحمد لله دائما وأبدا. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك،
والله كلامك كله صادق ومفيد ولا يمل منه. والله تخبطت بين الشيوخ والفيديوهات أبحث عن طريقة تقنعني بالتزام الاستغفار وقراءة سورة البقرة، ما أقنعني وصدقت وشمرت بعد أن تابعتك عم أبو أحمد وصدقتك لأنك عشت الآية وحديثك مختلف عن الكل. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. اشتركوا في هذه القناة، انقلوا هذه الرسائل وهذه القصص إلى مشارق الأرض ومغاربها. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.